Don't look back. You are not going that way. لا تنظر للخلف، أنت لن تسير في ذلك الاتجاه. ما النادي الاهلي لو لعب نادي الهلال النادي الاهلي هيكسب 30 مره عادي. لا يا راجل، لا يا راجل، لا مش دلوقتي. لا الماتش دلوقتي، دلوقتي الامور بلاش الهلال. بقول لك ايه، طلع الهلال بره الموضوع، طلع الهلال بره مانشستر سيتي. ماشي بس الهلال فرقه كبيره دي لا يا راجل، والاهلي فرقه برضه كبيره. الاهلي فرقه كبيره جدا. النادي الاهلي كبيره، انتوا بتقارنوا ليه؟ لا مش مقارنه. النادي الاهلي بيعرف. بتتكلم دلوقتي ولا بتتكلم امبارح ولا انا بتكلم ان هو بيعرف. هو بيقول ان هو عايز يطلع الاهلي بيعمل كده عشان لا انا عارف هو بيتكلم على اساس مانشستر سيتي اللي مليار وشويه. لا هو قصد الكابتن مانشستر سيتي اصلا هو قصده ايه؟ قصده اللي اتصدر في الاعلام ان بعض الاعلام رايحين ياخد كاس العالم. يا احمد انت واقفين على دي خلاص. الاعلام الاهلاوي دوره يعمل كده. لا مش دوره كمان. انا بقول لك انا عارف انا بقول لك ايه. النادي الاهلي جمهوره واعلامه طبعا فخور طبعا جدا جدا طبعا جدا طبعا جدا باسم النادي الاهلي، وكلنا بنبقى عندنا هدف واحد فقط. وخلي بالك الكلام اللي انا بقول لك ده كلام انا شفته كلاعب. الاهلي ايه اللي لو لعب الهلال 50 مره يكسبوا. غلوا شكات الاسلام عشان لو تركي الشيخ سمع كده الناس دي مش هتقبض. بشير التابع يقصد اكيد الهلال السوداني. عفيفي بيعتذر وهم بيغلوشوا على بشير ومدحت شلبي بعد عمال يرقص كده للهلال. الجنيه غلب الكارنيه بضربات الجزاء. الزمالك الهويه، هويه نادي الزمالك بتروح يا جماعه. والله العظيم بتروح. اللي يزعل يزعل ويتفلق، ما ينفعش. احنا محرومين على نادي الزمالك. انت بتتكلم من وجهه نظرك في صالح النادي، يعني انت بتتكلم من وجهه انا بتكلم لمصلحه النادي. هو رب الكعبه ما عايز حاجه، لا عايز اشتغل في النادي ولا عايز اشتغل في اي حته. انا راجل بتكلم كزملكاوي. هيجي يقول لك اصل مش عارف ايه، يعني ايه محسوب على فلان؟ يعني هل مثلا انا لو جبت هاني محسوب على عضو مجلس اداره في النادي الاهلي، مش هجيب هاني عشان هو محسوب، عشان هو صاحب سن؟ ايه الفكر والمنطق ده؟ اروح اجيب واحد من بره خالص يشتغل؟ وجهه النظر ان النادي عايز تفويره بشكل كامل عشان يبتدي، يعني زي ما بيتقال على نظير. ما يبص زي ما انت بص، هات زي ما انت عايز مدير، هات زي ما انت عايز مدير رياضي للنادي. مظبوط ممكن يبقى بره النادي. برافو عليك، ما فيش مشكله. طب واحد شاطر بصراحه. انا على جون ادوارد ما اعترضتش. مش لازم يكون لعيب كوره عنده شكل اداري. ده شغل اداري مظبوط. لكن انت بتتكلم في مدير كوره، ده شغل فني. الزمالك هاني لازم يلعب كوره. وهم اللي لعبوا كوره عملوا ايه؟ واد اللي اسمه جون سينا ده ولا جون ادوارد بتاع الزمالك ده شكله بيفهم. الراجل قال لك بادئ زبادي كده، مفيش حاجه اسمها ولاد النادي. فور يا باشا الدنيا دي كلها وكل واحد يروح يلعب عند بيته. وقال لك حتى عمال النادي عايز يمشيهم. عايز يجيب النادي على المحاره. المهاجمين اللي جامدين، لكن انا شايف ان محمد شريف النادي الاهلي مش محتاجه. شايف ان النادي الاهلي فكر ان محمد شريف ما يروحش نادي الزمالك لاضعاف نادي الزمالك، لان محمد شريف لو جه نادي الزمالك كان هيلعب وكان هيبقى اساسي وكان هيروح منتخب مصر. شايف ان محمد شريف وجوده في النادي الاهلي مش هيضيف للنادي الاهلي، لان هو اصلا لعيب النادي الاهلي. لا هو مش لعيب، يعني هو رجع بيته لكن هو كان بيع نهائي للنادي اللي في السعوديه. بس هو لكن انا بتكلم على الناحيه الفنيه. النادي الاهلي مش في احتياج لمهاجم، خصوصا ان وسام موجود. جراديشار يعني من اللعيبه الجامده جدا، اللعيب الكويس جدا جراديشار مع وسام. فكره ان يكون في اتنين محترفين كمهاجم انا ضدها. يعني كنت شايف ان جراديشار ده ممكن تجيب هاف رايت يلعب برجله الشمال للنادي الاهلي، زي ما كابتن اسامه بيقول ان هو محتاج اربع مدافعين، باك رايت وسرد باكين وباك ليفت. انا من وجهه نظري شايف ان الاهلي محتاج هاف رايت يلعب برجله الشمال. وجهه نظري انا. انا لسه كنت بتكلم مع كابتن اسلام على مالكم اللي في الهلال السعودي، لعيب كبير جدا جدا. عايز الاهلي يجيب لعيب زي مالكم؟ يا حاسدين الناس، مالكم ومالنا؟ العين قصيره والايد قصير. صحيح معاك فلوس تحضن تبوظ تكسب كؤوس، معاكش فلوس منحوس.